السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم أمة محمد أجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير إن شاء الله. ربنا يبارك للجميع. النهارده تالت يوم في عمر الفراخ بتاعتنا، الفراخ الساسو اللي هي الشفر، والفراخ الفيومي اللي كانت طالعة عندنا في الفقاسة بتاعت الناس اللي كانت موجودة عندنا وهم باعوها لي. فربنا يبارك يا رب إن شاء الله. فأنا قلت بقى الرب الدورة دي مع بعض النهارده 3 أيام. شايفين هم كمية وأنا مدفية زيادة عن اللزوم، فالمكان بيعرق بسرعه، يعني الفرش تحت منهم بتبلل بسرعه. فما فيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص. المهم ان احنا ندفي الفرخ بتاعنا ونظبط الدنيا له. هنحط النهارده مكون على الميه، فانا قلت ما دام هحط حاجه على الميه النهارده فانا اصور معاكم. يعني انا في خلال ال3 ايام ما كانش فيه اكتر من الميه بسكر، والعلف ما فيش اكتر من كده. العلف قدامهم لسه اهوت، بس برضو هننضفه ونزودهم عشان هم برضو بيخلصوا العلف بالليل. فربنا يبارك يا رب. هننضف العلف نحطه في علفه واحده ونزود العلافه التانية. بسم الله ما شاء الله الله اكبر اهمت. ربنا يبارك. انا شلت الحاجه من البوكس خالص اهيت عشان اوريكم الفراخ. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. تعالوا بس عندنا كلوب كده، عايزه بس اوريهم لكم مع بعض. بسم الله ما شاء الله. اللي طالعين من الفقاسه هم الكتكوتين اللي ماتوا منهم في الاول بس، وعلى كده بس. الكميه بسم الله ما شاء الله عايز تبقى على الارض. الله اكبر. الكميه عايز تبقى على الارض، بس الوقت لو نزلت على الارض هيموتوا من البرد. يعني فيهم فراخ بتيجي تحت بعضها كده وبتتبهدل. فرخين فيهم فرخين بلدي مهجن كده او 4 هم موجودين، بس الفراخ بتنام على بعضها فبيخبزوا بعض. بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الفراخ حلوه جدا جدا، مفيش فيها اي مشاكل. ربنا يبارك. ماشيين معانا على طول زي الفراخ البيضه بالظبط همت. وانا بعاملهم سواء فيومي او ساسو، بعاملهم معامله الفراخ البيضه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، اللهم امين. ويبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين. هنفرش الاول المكان. شوف هنا كان في هنا تبن، هنفرش المكان نزوده فرشه. بسم الله ما شاء الله. ونبدا نحط العلف ليهم ونشوف هنحط ايه على الميه دلوقتي. بس يا رب نلاقي فرش. هنا شويه هم هيقضوا، احطهم لهم في المكان بس واوريكم. ادي التبن اهو فضيته. هبدا بقى ان انا اشفشف المكان كله زي بعضه كده. هنفرد الفرشه في المكان كله يبقى المكان كله ناشف زي بعضه. تعالوا بقى هنا الجهادي، عايزين نعدهم الجهادي. نسوقكم بايه مش عارفه. تعالوا عدوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. ده دفعه رمضان يا حبايب قلبي. ربنا يبارك. يعني هيطلع من رمضان عندنا طيور كمان. هتبقى الفراخ الفيوم موجوده بعد رمضان ان شاء الله. اللي هنربيه للبيض هنربيه، اللي هنبيعه لحمه هنبيعه. فالدنيا معانا ظابطه ان شاء الله. اهوت بقيت التبن اهوت فرشته كده. المكان بقى ناشف تحت منهم تماما. الفرخ ينام ويبقى مزاجه حلو. انا على الشكاره اللي اتحط على بوز البوكس من قدام ما عدتش احطها لان الفراخ حجمهم زاد معانا 3 ايام، ودول 80 كتكوت. فالمكان زحمه عليهم، فانا ما عدتش هكتم اكتر من كده. كل ما الفرخ بيكبر معانا كل ما هيدي دفى وطاقه في المكان، فاحنا مش عايزين نكتر الكتم عليهم او نزود عليهم الكتم او الدفى زياده عن اللزوم. فهو البوكس متقفل من جوه. هنسيب بقى المكان. كنت بحط عليه شكاره اهيت على الباب بتاع السلاكه، ما عدتش حاطه الشكاره دي تماما عشان الفراخ ما تاخدش مني برد ويحصل فيها مشكله. عايزين نشوف البزق بتاعهم او الحمام بتاعهم اهو ناشف. هو مش باين في الكاميرا بس هو قدام مني ناشف اهو، طبيعي جدا جدا. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. مش حابهم انهم ينقروا في الحمام بتاعهم. ربنا يبارك للجميع. فدلوقتي هننزل لهم العلف. هنضف بس العلافه اللي طالعه معانا ونحط في العلافه الثانيه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. ده هنضفها تماما من التبن اللي موجود فيها. احنا كنا مستقبلين في الاول على معلقه سكر ومعلقه كركم. دلوقتي مفيش اي حاجه على العلف تماما. هنحط العلفتين ونشوف هنعمل ايه. حطينا العلف يا حبايب قلبي. انا جايبه النهارده علف سمان. النهارده انا جايبه علف سمان. في جماعه بياخدوا منه طيور، فانا قلت لهم تعالوا خدوا الطيور اللي عندي. فقالوا احنا مش موجودين، احنا في مشوار ومسافرين اسكندريه عند قرايبهم. فقالوا لي عندنا شكاره علف في البيت، روحوا خدوها لحد ما نيجي ناخد الطيور اللي عندك. فدي شكاره العلف اللي انا جايباها. اسمها الاختيار الافضل اهو. انتاج الشركه الدوليه للاعلاف والانتاج الحيواني. الاختيار الافضل. ده العلف الاي اس او. دي العلفه اللي انا جايباها منهم النهارده، وهي العلفه مختلفه. كنت قبل كده بجيب الشكاره، هي برضه كانت بتبقى صفرة بس كانت بتبقى مختلفه. دي بتاعت فراخ
لا دي بتاعت فراخ مش بتاعت السمان. اللي كنت بجيب منهم قبل كده كانت بتاعت السمان، دي بتاع فراخ بيضه. دي بتاع فراخ بيضه، يعني دي هتبقى حلوه جدا جدا في تسمين الطيور عندي. فان شاء الله يوم 15 رجب او اقل من كده كمان اخلص بس انزل الفراخ ده على الارض واجيب دوره فراخ بيضه رمضان تلحق تاكل معانا من الايه، نحضنها من شكاره العلف دي. شكاره العلف دي هنسيبها للسمان الصغير ونسيبها للكتاكيت بتاعتنا. فربنا يبارك يا رب. مش هناخد منها اي علف تماما لاي طيور تانية، حتى لو محتاجاه حتى مش هاخده منهم، هسيبه لتحضين الفراخ الصغيره. هنبدا دلوقتي ننزل لهم عسل اسمر. انا جايبه عسل اسمر اهو، اخدت منه شويه لابو ليلى داقه قال لي ده جميل قوي. اخدت له شويه منهم حطيتهم له في ايه، في طبق كده سبتهم له. ده انا جايباه النهارده عشان الفراخ البيضه الكبيره وعشان الطيور بتاعتنا الصغيره. قلت لكم النهارده نهايه اليوم الثالث، ما حطيتش اي حاجه اكتر من الميه بسكر من اول يوم، والسكر والكركم على العلف. دلوقتي هننزل عسل اسمر على الايه، على الميه بتاعتنا. فهنبدا دلوقتي ندخل العسل الاسمر على الميه. كل سقايه هنحط فيها حوالي عن 10 سم او معلقه كبيره مش اكتر من كده. هنعبي السقايات ونحط العسل بتاعنا كده. خلاص يا حبايبي، حطينا في كل سقايه معلقه كبيره من العسل. العسل بتاعنا في قلب الميه اهو، بسم الله ما شاء الله، بيخلي الطيور تشرب وبتسحب معاك كميه علف كبيره. فربنا يبارك يا رب. فالطير طول ما بيلاقي الحاجه مسكره قدام منه بيشرب منها ويجي على العلف هياكل، لان شهيته مفتوحه جدا جدا كاكل وكشرب، فشهيته مفتوحه. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. السمان بتاعنا بسم الله ما شاء الله كبر، والمفروض ان هو فيه سمان كتير ينزل على الارض، يعني الدفعه الاولانيه كبرت، بس حقيقي ما عنديش مكان دلوقتي متاح. يعني شايفين حجم السمانه بقى عامل ازاي، يعني ما عادش تغيب، يعني 10 ايام ولا 15 يوم بالكتير وتبيض معانا. يعني 10 ايام بالكتير والدفعه الكبيره تبيض معانا، وفي اصغر بقى الصغير ده. فانا حقيقي ما عنديش مكان، انا خايفه انزلهم على الارض دلوقتي الفيران تاكلهم. يعني بسم الله ما شاء الله المكان مسحوم جدا جدا، شايفين مدد الشوف بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. فراخ وبط وسمان، يعني البط اللي كان طالع لي انا نزلته معاهم هنا لان كان مغرق الدنيا تحت السمان الصغير اللي هناك، وبسببهم مات عندي سمان هناك في الجهه الثانيه دي، في السلاكه الصغيره الثانيه مات فيها سمان، لان البط كان بيغرق المكان والسمان كان بيبرد وينام فوق بعض. شايفين اهو، ده اللي فاضلين هنا بقى همت بسم الله ما شاء الله، بقى حجمهم حلو اهو. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ليا وليكم. مات منهم كتير، يعني حقيقه مات منهم كتير مش هكذب عليكم، بس بسم الله ما شاء الله اللي فاضل معانا انا ما كنتش بصحى علفه، اللي فاضل معانا الله اكبر عليهم، ربنا يبارك، حجمهم بقى حلو جدا جدا. فانا النهارده اشتلت عنهم الغطا اللي كان على الباب برده لان كانوا بيعرقوا، فشلت الغطا اللي كان على الباب، والفرخين اللي كانوا صغيرين في وسط الفراخ هناك انا جبتهم ويوم هنا لانهم كانوا هيموتوا خساره. هم فرخين 2 اللي جايبهم في وسطهم، يعني ما جبتش اكتر من كده. فربنا يبارك، فهتبقى معانا كميه سمان حلوه. انا بقول يعني لو 100 سمانه، لو كله 100 يعني موجود معانا ويطلع منهم بس 70 نتاي والباقي ذكور، انا مفيش مشكله بالنسبه لي، نشغلهم ال100 مع بعض من ذكور واناث. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره. هم الفراخ 3 فراخ، هم 3 2 في العلافه وواحد على الارض. هم 3 فراخ كانوا متبهدلين في وسط الطور الثانيه عشان السلاكه مسحومه وهم كانوا صغيرين فاتبهدلوا في وسطهم هناك، فانا جبتهم مع دول. فربنا يبارك. دول بقى هنحط لهم فيه، شايفين سمانه هي ميته في قلب الميه، هي اصلا كانت مش نهضه تمشي وعارفه انها هتموت، فهي سواء كانت هتنزل السقايه او غيره، فهي كده كانت ميته ميته. فالحمد لله اجلت بعمرها بدري، فالحمد لله الف حمد وشكر لك يا رب. فبقى الفراخ بتاعتنا النهارده هي بسم الله ما شاء الله اول بدايه الوصفات لها بقى النهارده العسل الاسمر. العسل الاسمر حلو جدا جدا للطيور، بيرفع معاك الوزن، بيفتح الشهيه. بصوا هو يعني كالسيوم وحديد ورافع مناعه ومحفز جدا جدا للطيور. العسل الاسمر جميل جدا جدا لما تبداي الدوره بتاعتك بيه، حتى لو من عمر يوم وعايزه تبداي بيه مفيش اي مشكله. الفرخ معانا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ده عمر 3 ايام، الله اكبر، بدا يطلع له ريشه اهو. ربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله. فيهم فراخ بسم الله ما شاء الله احجامها حلوه كمان، فربنا يبارك، ربنا يبارك ليا وليكم ولكل مكان، كل من كان يا رب، اللهم امين. الفراخ اللي برقبان عسل اهيت بسم الله ما شاء الله، حجمه جميل جدا جدا، يعني ده 3 ايام شايفين 3 ايام وحجمه جميل جدا جدا. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم أمة محمد أجمعين. استنونا في فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.